الأهلي يتقدم من أول همسة. حسام عاشور يسجل في الثانية 35 في مرمى الطلائع، ومحاولات الجيش تتحطم في الطريق لمرمى إكرامي. كابتن محسن، شوط حلو لغة كرة القدم في الأسبوع الثاني من عمر المسابقة، لما تشعر وكأنه في منتصف الموسم. شوط جميل، في ندية، في تكافؤ كما توقعته قبل اللقاء برغم الفوارق التاريخية بين الفرقتين، إنما تبدو مباراة الأهلي وطلائع الجيش مباريات فيها ندية وتكافؤ. حتى وإن كان هناك هدف مبكر، وكأن فاروق جعفر بدأ المباراة مهزوما بهدف، ما لحقش يقعد تسجل فيه هدف، ومع ذلك فنقول عن المباراة أنها بداية ونهاية وما بينهم تواجد على فترات للأهلي. ولكن الجيش هدد مرمى الأهلي، وهناك فرصة مؤكدة لعامر صبري دفع ثمنها بسحبه من الملعب بقرار غاضب من فاروق جعفر وإشراك صلاح أمين، لأنه تعامل مع الفرصة بطريقة الموهوبين، وهو ليس باللاعب الموهوب وليس أصلا رأس حربة، فكان من المفروض أن يصوب ولا يركن الكرة أو يحاول أن يضعها من فوق رأس شريف. فرصة أخرى لبابا أركو، لكن في المقابل هناك أجمل لعبتين في المباراة تقريبا لأبو تريكة، رفعتين من سيد معوض على الطاير فوق العارضة، سيد وبركات على الطاير فوق العارضة، ومحاولة من أحمد فتحي من بعيد بجوار القائم، محاولة لطلعت، ولكن في يد الحارس. طلعتم لجده من فرصة مؤكدة كان المفروض انها يضعها في المرمى بعد وانتو مع ابو تريكة، وضعها، اصطدمت وتهيأت، ولكنه مرة اخرى اراد ان يلم الكرة ده هدف المباراة كابتن خرجت محسن منه. طبعا ده البداية، بداية كانت قوية يعني جدا. يعني السرعة في النقل والاستلام والتسلم وفتح الملعب والاخر التسديد بقى بعد ما بخاف اسرع هدف في الدوري لغايه دلوقتي. النادي الاهلي طبعا بيبدا دايما بدايه نشيطه وفيها ضغط، واثمرت بهدف. واحنا دايما بنحذر من الخمس دقائق الاولى في اي مباراه، والخمس دقائق الاخيره في الشوط الثاني انتهزها الاهلي وسجل هدف السبق. كابتن علي، كنت قبل الاستوديو يعني علامة استفهام على مركز رأس الحربة. النهاردة النادي الأهلي واضح ان كان في فعالية من البداية، صحيح ان طلائع الجيش وصل أكثر من مرة وكان خطرا، إنما شكل هجوم النادي الأهلي النهاردة مختلف، في فعالية، في وصول، في تنوع في الهجمات. أيوة، لأنه اعتمد على الأداء الحركي للمجموعة كلها، مش فرد يعني. اعتمد على انطلاقات احمد فتحي، سيد معوض، تحركات ابو تريكه، جده، اعتمد على هذا لانه عشان يعوض المكان الثقيل اللي موجود في وسط الملعب كلاعب فنان او لعيب له ثقل بتاع عماد متعب او بتاع جمل الشغل الجماعي. الاداء الجماعي اللي عمله هو ده اللي ولد الهدف الجميل اللي انا شايفه ان هو من افضل لعبه اتلعبت في الشوط الاول للنادي الاهلي. تمام. لكن عايز اقول ان فاروق جعفر تعامل بواقعيه مع هذا اللقاء، وفكره كان ممتاز في هذا اللقاء. ولو كان اعتقد مكان عامر صبري حد كان زمان طلائع الجيش متقدم بهدف او بهدفين، لانه من خلال التمركز العالي بتاعه في وسط الملعب والانطلاقات حصل ما كان يفكر فيه فاروق جعفر، وبالتالي حصل انفرادات. احنا شفنا عامر صبري في واحده، وشفنا واحده تانية في التاكل مع احمد فتحي اللي خدها وبرضه شاطها، انفرادتين. يعني لو اعتقد لو مع مهاجم على مستوى عالي اعتقد كان ممكن جدا يبقى هدفين. بس انا برضه شايف ان فاروق جعفر كان عصبي في تغيير، كان يقدر يوظف عامر في مكان تاني اعتقد افضل من ناس موجوده، كان يقدر يرجعه لمكانه تاني في وسط الملعب او يرجعه، لكن هو عشان مش في حركه نرفزه من الجوان اللي ضاعت من الهدفين، اعتقد يعني خد تغيير عصبي شويه. عموما بحكم ان الهدف جه في الدقيقه 5 في الثانيه 35 من عمر اللقاء، وده طبعا اسرع هدف هذا الموسم، هل هذا التوقيت لاحراز الهدف كان السبب في ان المباراه تمشي بالسرعه دي؟ ده اللي هنعرفه مع الكابتن شاذلي بعد الفاصل.
ولب جميل قوي قوي يا ولد في العارضه، يا خساره. عاشور يوقع للأهلي وعامر صبري يهدر فرصتين لتعادل الجيش، والنتيجة 1-1 في الشوط الأول. كابتن شاذلي كنا بنتكلم على النتيجه 1-0 كده. والنتيجة 1-0. طيب كابتن شاذلي كنا بنتكلم على توقيت الهدف، تأثير الهدف في الثانية 35. هل ده كان السبب في ان المباراة تاخد الشكل السرعة والندية، ولا لو الهدف ده اتأخر او لو ما جاش كنا هنشوف اداء اكثر تحفظا؟ لا هو طبعا يعني الفكر بتاع الكابتن فاروق جعفر نازل يلعب دفاعي 100%. فطبعا انه قبل ما بيحط رجله في الملعب بيجي الجول بيحصل بلبله وتغيير كامل وشامل في نفسيه اللعيبه مش في الاداء. وده اللي ظهر من خلال الشوط، ان رغم ان جه جون بدري في طلائع الجيش لكن لم يغير اسلوبه الدفاعي في وسط الملعب والتركيز ورا والهجمات المرتده اللي خلقت له فرص بس لم يستفيد منها. ده طبعا الالعاب واحده من اجمل الالعاب اجمل كرتين في الشوط الاول بتاع ابو تريكه في الدقيقه 8 من سيد معوض، الفيرست تايم اللي لعبها ابو تريكه، وده احد انفرادات عامر صبري او ممدوح عبد الحي اللي لم يستفد منها برضه، لانه هو لو ساب نفسه بحارس المرمى كان ممكن نكمل. دي الكره الثانيه اللي هتتلعب ناحيه برضه استغلال الكرات العرضيه الجميله الاهلي عشان نضرب التكتل لازم يبقى في كرات عرضيه وبالتالي بتتخلق الفرص. لكن زي ما بنقول احنا ان سرعه لاعبي النادي الاهلي في الباصه في التمرير ومفيش مس باص كتير في النادي الاهلي، ده اللي اداهم الفرصه للسيطره والاحتفاظ بالشكل الجماعي خلال الشوط الاول. النادي الاهلي شوف الكره الجميله دي ابو تريكه لعبها منين من ناحيه الشمال من الاخر، بركات رجعها لاحمد فتحي، احمد فتحي بيلعبها. شوف مين اللي هيلعبها الفيرست تايم؟ ابو تريكه. هو ده الربط بين اللعيبه، هو ده استغلال المهارات. بلعب انا بمرر كويس ابو تريكه، بمررها بعمل تمريره قطريه الناحيه الثانيه. دي الهجمه بتاعت عامر صبري اللي تواطأ فيها مدافع النادي الاهلي، تباطأ عشان عامر صبري شاطها كابتن كانه مدافع مش كانه راس حربه. واحنا قلنا قبل اللقاء ان خلقها لنفسه. مشكله وادي الجول الثاني برضه هو عامر صبري دي اللي غيرته. الاثنين غيروها يا كابتن. بس هي المشكله زي ما بقول لك ان احنا قلنا قبل اللقاء ان مشكله طلائع الجيش ان مين اللي ورا بابا اركو، اللي ورا اركو يبقى صلاح امين او دوسي عشان لما تيجي فرصه زي دول يقدروا يجيبوها جول. كابتن محسن، يعني وسط الملعب هو غرفه عمليات اللقاء. الفريقين تقريبا يكاد التكافؤ او تكافؤ اللقاء مصدره وسط الملعب. الى اي الامور تتجه في الشوط الثاني اللياقه البدنيه للفريقين؟ يعني اللياقه البدنيه تميل اكثر لصالح النادي الاهلي لانه اكثر جاهزيه، ولكن المباراه الاستراتيجيه بتاعتها اتغيرت. كابتن فاروق كان بيقفل بيعتمد على هجمات مرتده، لما الاهلي سجل هدف سرع من عمليه الهجوم بالنسبه للكابتن فاروق بعدد زياده شويه، وسع الملعب، فتح الملعب. ده هيستمر في الشوط الثاني الى ان تحسم اما بهدف تعادل او تنتهي بهدف للنادي الاهلي ثاني. كابتن علي، قبل ما نروح للقاء، الشوط الثاني هيشهد اهداف؟ هيشهد اهداف. عموما هدف وحيد للاهلي في الشوط الاول، فماذا يفعل الجيش في الشوط الثاني الى ملعب المباراه والعوده بعد نهايه اللقاء؟